قبل ايام واحد الشباب الحاضرين معنا في الجلسه يرسل لي رساله على جوالي يقول لي تكفى ايش يقول هذه القصه، يقول لي تكفى ايش يقول هذه القصه. قصه البنت عمرها 22 سنه في سكرات الموت يقولوا لها قولي لا اله الا الله، سكرات موت يقولوا لها قولي لا اله الا الله، تقول ويلاه ضاق الصدر ويلاه ضاق الصدر. تغني ليه شبابنا يموتون يغنون؟ ليه شبابنا يموتون سكرانين؟ ليه شبابنا يموتون ما يصلون؟ تدرون ليه؟ لأن هذه حياتهم، هذه حياة شباب كثير حياته كلها له 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 الله، وما ظلمهم الله، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والله العظيم إذا كنت تبغى تعرف بتموت على ايش؟ هذا السؤال الأخير اللي أعطيك إياه، تبغى تعرف بتموت على ايش؟ تبغى تعرفون بتموتون على ايش؟ شوف أنت عايش على ايش؟ شفتوا ذاك اللي 40 سنة 40 سنة وهو عايش مع ايش؟ مع ايش؟ مع العود والأغاني، مع الألحان والشهرة. لما جاء الموت جاء فين؟ جاء هو على المسرح يدق عود. هذه عبرة، والله عبرة يا شباب، عبرة لي ولك. والله عايش على الدخان تموت على الدخان. يلقون يا شباب في طريق الرياض الزلفي، يلقون مقلوب سيارته وهو في أنفاسه الأخيرة، يقولون قل لا إله إلا الله قال أعطوني دخان، قل لا إله إلا الله قال أعطوني دخان، قل لا إله إلا الله قال أعطوني دخان، ويموت وأصابعه على فمه. إلى متى؟ إلى متى يا شباب؟ إلى متى وإحنا نايمين غافلين؟ إلى متى وإحنا ما لنا هم إلا الشهوات إلا الأغاني إلا المحرمات؟ إلى متى؟ يا شباب الله خلقنا عشان نعبده مو عشان نعصيه. أنا أسألكم سؤال وخلاص بنختم بنقفل، أبى أقفل، لكن أسألكم سؤال. هل وأنت جاي اليوم للاستاد والمواقف أسألكم بالله يا شباب، هل خطر ببالك انك تجلس مجلس زي هذا وتسمع كلام زي هذا الكلام؟ بالله عليكم يا كل اللي تسمعوني الان، هل خطر ببالك انك تجلس هذا المجلس وتسمع هذا الكلام؟ طيب اسأل نفسك سؤال، مين اللي جابك؟ مين اللي جلسك؟ مين اللي سمعك؟ والله ليه؟ عشان يقول لك اصحى تعال، الله عز وجل يقول لك تعال اقرب، خلاص بطل تراك قريب وتجيني. انا اسألك سؤال، العين هذه حقت مين؟ اللي فيك في راسك المن؟ العين هذه اللي في راسك المين؟ اذنك المين؟ لسانك يدك المين؟ هذه المين؟ لله. يقول الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون. ترى هذه لله، هذه أمانة عندك، ترى أمانة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخون هذه الأمانة وأنت تدري أن هذه حرام تخونها. الله يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يعلم. ترى لا تخون هذه الأمانات، تراك بتقف بين يدي الله يسألك عنها. يا أحبتي من هذا المجلس من هذا المكان نبغى نقرر قرار شجاع، نبغى من هذا المكان خلاص من اليوم جوالي في شيء ما يرضي الله عز وجل حطمه غير. بالله يسألكم سؤال يا حبايبي يا تاج راسي تحملوني، والله ثقلت عليكم، والله رفعت صوتي عليكم، لكن والله إني أحبكم وأتمنى لكم الخير مثل ما أتمنى لنفسي. أنا أسألكم سؤال، اللي جمعك وجابك كلنا استقرينا هنا وجلسنا، إن اللي جابنا من؟ الله سبحانه وتعالى. طيب اللي يحب الله يرفع يده، اللي يحب الله. أي واحد يسمعني في سيارته في الشارع يحب الله يرفع يده. خلي الله يشوف هذه اليد الآن ارتفعت، خلي الله يشوف يدك ارتفعت، لا تستحي، ارفع يدك خلي الله يشوفها، لأن هو اللي خلق هذه اليد لله. ارفع يدك يا أخي، رفعتها تحب الله، أقسم بالله أعرف إنك تحب، والله العظيم أعرف إنك تحب، ورفعت هذه اليد، رفعت اليد هذه دليل على إنك تحب من؟ تحب الله. طيب إذا قلت لكم شيء تطوعوني،
كلمة الله. تعرف أنا أقول الله الآن؟ تعرف إيش معنى أقول الله الآن؟ الله في السماء الدنيا ينزل في كل لحظة، في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. يا شباب أنت اللي تحب الله، بالله لو قلت لك الله يطلبك طلب ترده؟ الله يطلبك طلب ترده؟ اسمع، الله يطلبك، اللي غني عني وعنك يطلبك. الله يبغى منك شيء الآن. الله يريد مني ومنك أمر. مين البطل اللي يقول أنا أحقق طلب الله واللي يريد الله؟ الله ينصر دينك.